نسمع بقى فؤاد عبد المجيد ونرجع لكم تاني والصحبجية مع الدكتور خالد البوهي الشاعر والدكتور وسام شعيب المطرب والملحن والمؤدي لأداء بعض الأغنيات الجميلة. ونرجع تاني. يا غريب الدهر بأفكاري كم تخطر ليلا ونهار أدعوك لتأتي بأسحاري بجمال فاق الأخبار. يا غريب الدهر بأفكاري كم تخطر ليلا ونهار أدعوك لتأتي بأسحاري بجمال فاق الأخبار. يا لا 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 يا لا 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 الدهر يغني ويغني وطرفك حير بكار والقلب أسير هيبان ما بين بحور الأشعار. الدهر يغني ويغني والطرفك حير بكار والقلب أسير هيبان ما بين بحور الأشعار. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا يا لا يا لا يا لا 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 بعد ما سمعنا فؤاد عبد المجيد يعني احساسكم ايه؟
اعتقد ان احنا دلوقتي محتاجين حاجة زي كده. احنا في امس الحاجه لحاجه زي كده، حاجه ترجعنا بقى مش هقول ترجعنا لزمان، بس ترجع زمان لينا يعني. بالظبط. ترجع لنا الفن ايام ما كان الفن فعلا رساله وشيء حقيقي. مش ما خدتش حقها يا دكتور خالد الموسيقى دي في مصر؟ لا ما خدتش، مع انها جميلة جدا ترقى بالمشاعر والاحاسيس. والله انا يعني ما زلت اذكر وانا طفل صغير اجلس على يعني والدي ونستمع الى الموسيقى العربية في التلفزيون. ما اجمل هذه الشمائل، يا لي ويا لالي ويا لالي، ما اجمل هذه الشمائل. صح. لاحظ يا استاذ احمد ان الموشحات وصلت مع فؤاد عبد المجيد انها اصبحت فن ليه اصوله. وفي وقت ما كانش فيه نهائي الا فرقة رضا، وكان المطرب. تخيل ان الموشحات توقفت عند سيد درويش. بالظبط. توقفت عند سيد درويش ثم عاد تاني يحييها فؤاد عبد المجيد، وبدأ يعمل لها استعراضات. بدأت تتعمل في فرقة رضا بشكل متناهي الدقة لدرجة انها يعني بدأت تصنف على انها فن راقي. بالظبط. كمان في الاوبرا دلوقتي بقت في الموشحات في الاوبرا، يمكن ده الاوبرا المصرية ليها كثير من الليالي الاندلسية. فرقة الموسيقى العربية طول عمرها بصراحة يعني بصراحة لكن لما نوصلها للشباب هنوصلها بالاسلوب يكون شباب عايز يوصلها. لكن لما بيكون اداء بيملى عليه ما بيحبش الشباب كده. ودايما الموسيقى العربية بتبقى يعني دايما كده شوية الشباب بيبصوا لها ان دي يعني بتاعت متخصصين بالظبط، وما يعرفش ان اللي جاي ده موسيقى جميلة. بيسمع ان هي موسيقى يعني اوكي اداءات لبعض السوليهات في الاوبرا، محتاج للتطوير. حتى الموسيقى العربية محتاجة للتطوير. لكن جميل لما يكون شباب مؤمنين بالقضية وبيحبوها وبيأدوها، فدي اللي هترجع بينا للروح الجميلة في موسيقانا العربية والموسيقى الأندلسية. جزء كبير قوي من موسيقانا اللي احنا بنحبه وميالين ليه، احنا لينا ميل للأندلسيات، يعني بيغازل مشاعرنا، بيغازل حناجر المطربين، الموشحات الأندلسية. يعني احنا سعدنا جدا في الصحبجية بهذه الكوكبة من الأغنيات والموشحات الأندلسية، وأيضا سعدت بالتعرف على الدكتور خالد البوهي، الشاعر الكبير والجميل الاسكندراني المنشأ وبلد سيد درويش. أيضا دكتور وسام شعيب صيدلي ومطرب. دكتور وسام بشكرك جدا، برضو من الاسكندرية، عروس البحر الأبيض المتوسط، وبتغازل كل الفنانين والمطربين وليها شغف خاص بالغناء والطرب الأصيل. إلى اللقاء، والأسبوع القادم سهرة جديدة والصحبجية مع إذاعة صوت العرب وأسير صوت العرب.